فكرت تدخل السوشيال ميديا فهي مش زي ما انت متوقع. صناعة المحتوى صعبة لانك بتبقى محتاج خلفية عدلة مش زي اللي انا فيها دي. بتبقى محتاج مايك، ومعظم المايكات غالية الا لو عندك المقدرة. آه، بتبقى محتاج كاميرا مش زي اللي انا بصور بيه ده. اوكي، فبتبقى محتاج حاجات كتير، بتبقى محتاج عفوية مش زي، بتبقى محتاج حاجات كتير. كمان بتبقى محتاج انك آه لا تأبه بآراء الناس. ما تحطش الناس في بالك، وده معظم واكتر شيء الناس بتواجه فيه صعوبة، ان هم بيكون عندهم افكار رهيبة وشايفين انهم هينجحوا فيها في صناعة المحتوى، بس هم بيعملوش كده لانهم بيكونوا خايفين من رد فعل اقاربهم وناس اصحابهم والمكانة الاجتماعية اللي هم بنوها. بس يعني صدقني ملوش لازمة ده. يعني اعمل حاجة اللي نفسك فيها وجربها. وزي ما حكيت لكم هي فيها صعوبة من الناحية دي، من النواحي دي، ولكنك تقدر تصور بالتليفون ده، تقدر ما تكونش عفوي زي، وتقدر تعمل اي حاجة حواليك وتصور. بس يعني اعمل الحاجة اللي في دماغك بمنتهى البساطة. انا متأكد مفيش حد وصل للجزء ده في الفيديو، مع كده انا لسه مكمل كلام ببساطة لانه انا بحب الحاجة اللي بعملها، يعني مش بعملها فقط عشان الفيوز. القناة لسه جديدة ما فيهاش 2 تقريبا، لكني بعمل الحاجة اللي أنا بحبها. لو شفت أول فيديو أو أول فيديوهين تقريبا، واللي هما تقريبا ما فيش غيرهم، قناة لسه جديدة، هتلاحظوا إن أنا كنت كده. كلنا بنكون كده في بداية صناعة المحتوى. بس أنا حاسس حاليا إن أنا مرتاح أكتر، يعني حاسس إن عادي، حاسس إن اتعودت على الكاميرا أكتر بكتير. فيا أتوقع هتشوفوني كتير المرات الجاية على السوشيال ميديا، فتابعوني عشان هعرفكم يعني. بس واي. هو كان الهدف من الفيديو ان انا اقول انكم تصنعوا محتوى وما تتكسفوش، وعادي تبدأوا بالادوات العادية. بس انا تقريبا اهم جزء من الفيديو نسيته. انا مش نافع لصناعة المحتوى.